السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عطاني الكسوة ودخلت للبيت نعاس. المهم حيدت حوايجي وبغيت نلبسها حتى كنلقاه مورايا. قالي هاد الخير كامل عندك وحرمانة منه، ضروري ما غندوقو العسل. انا تصدمت ومعرفتش ندير. واحد شويه ترمى عليا وشد ليا بزازلي. بقيت نقاوم، مقدرش حتى انا كنت محتاجه لداكشي، حيت راجلي مدة 4 شهور ما شفتو. عييت نتحكم في راسي، والو مقدرتش، وفي التالي كنستسلم وكنعيش معاه. مرحبا بكم في قصة جديدة. قصتي اليوم مع الباترون ديال الخدمة. أنا زينب، عمري 23 سنة، متزوجة وأم لزوج أطفال، وراجلي عسكري. وراكم عارفين الماندا ديال العسكر على قد الحال. المهم غادي تعادل وحياتنا مكرفصة. راجلي كنشوفو من 3 شهور حتى 4 شهور ديما غايب، وانا فيما كتكون شي مناسبة وكنتجمع مع البنات العائلة كلشي كيجي لابس ودار بالحطة واللبسة الا انا. وانا عندي لبسة وحدة كنلبسها في كاع المناسبات. المهم حياة صعيبة. واحد النهار قلت علاش ما نخرجش نقلب على راسي ونخدم، منها نعاون راجلي ومنها تحسن عيشتنا. وخصوصا انا قارية وعندي دبلوماتي، وداكشي اللي درت. مشيت قديت السيفيات ديالي وبديت كندور من شركة لشركة ومن معمل لمعمل. مع انا مرا مزوجة، من باب احترام كنت كنلبس الفولار والجلابة وعاد كنمشي نقلب على خدمة. والمشكلة كيعيطولي ندير لونتروتيان، ولكن من بعد صافي تا واحد ما سوقلي ولا حاشاها لي. حتى لواحد النهار تلاقيت واحد صاحبتي خدامة في واحد الشركة، وهذيك الشركة كنت دفعت فيها وما قبلونيش، وقالت لي غنشوف ليك مع الباترون، ولكن الا بغيتي تخدمي من الدقيقة الاولى خاصك تقادي راسك وتلبسي وتماكي، حيت الوقت بغات هكا. داكشي اللي درت، مشيت لبست عليا كسيوة خفيفة وضربت واحد الحطة كانت عندي منين كنت عازبة، وطلقت الشعر ودرت العطر والمكياج خفيف، حيت انا اصلا زوينة وعندي لاطاي حوتة كتحمق وعويناتي كحل كبار. ما عليناش. المهم مشيت دخلت عند الباترون المكتب ديالو، شافني بقى غير حال فمو فيا. قال لي واش نتيا اللي جيتي عندنا داك النهار؟ قلت لي ايه. قال لي كنتي مكرفصة على راسك وحنا ما قبلناكش حيت الكليان ديالنا كيبغيو المظاهر، وراكي فاهمه. ولكن اليوم جيتي غزاله ومسراره، يمكن لك تبداي الخدمه من دابا. وانا بقوه الفرحه ما قلتش لا، وبديت معاه وخدمت معاه في نفس المكتب، يعني الايد ديالو. المهم دازت سيمانه والخدمه غاديه عاديه والاحترام التام بيناتنا، حيت عارفني مزوجه وانا خدامه بلا خبر راجلي، وهذه اول مره كندير شي حاجه بلا خبارو. عمرني كذبت عليه ولا خدعته في ظهره، حيت تزوجت بيه وانا مقتنعه وكنبغيه. ولكن حسيت براسي بلي كندير شي حاجه ماشي تنحي. ولكن ملي كنرجع نشوف الواقع ديالي وكنلقى راسي مخصوصه من كل شيء، كنقول خاصني ضروري نخدم. المهم واحد النهار مشيت للخدمه، وفي داك الصباح كي جا الباترون قال لي زينب اليوم ما غاديش تخدمي ونهارك طالع، حيت محتاجك في واحد المهمه كبيره. عندنا صفقه ديال 2 المليار مع شركات اجانب، وعندنا اجتماع في الفيلا ديالي، وغيكون اجتماع فيه شخصيات كبار، وكل واحد معه الزوجة أو الصديقة ديالو. وانا انتي عارفاني ما مزوجش، وما كايناش شي وحده اللي زوينه بحالك في هاد الشركه اللي تقدر تحمر ليا وجهي، وخصوصا انتي قاريه وعندك مع لونجلي، ولا كسبنا هاد الصفقه غنعطيك 20 مليون تعيشي بها. انا في ديك اللحظه بقيت مصدومه وجاتني هستيريا، ما عرفتش واش نفرح ولا نبكي. و20 مليون كتبان لي فلوس كتيره، حيت انا درويشه وما موالفاش بالفلوس. المهم عطاني 1000 درهم وقال لي غتمشي تقعدي راسك ولبسي عليك شي لباس يكون خفيف، وغندوز نهزك بالطوموبيل في العشيه. داكشي اللي درت، مشيت لبست وتقاديت وجيت تيتيزه حتى صونالي وجا من ورايا بالتوارق كيهزني، واول مره كنركب في الحديد الواعر، وحسيت براسي مهمه بزاف. وصلنا للفيلا ديالو، ناري ناري كي دايره الحياه سعيده. ملي دخلنا ما لقيت حتى واحد، لا ناس لا اجتماع،
الفيلا خاوية. قلت لي فين هما هادو؟ قال لي مازال ما بانوش، غير صبري شوية وغيجيو، ولكن قبل ما يجيو بغيتك تلبسي واحد الكسيوة بشهوتي انا، غتجي معاك حسن من هادي اللي لابسة. عطاني الكسوة ودخلت للبيت نعاس. المهم حيدت حوايجي وبغيت نلبسها حتى كنلقاه مورايا. قال لي هاد الخير كامل عندك وحرمانة منه، ضروري ما غندوقو العسل. انا تصدمت وما عرفتش ندير. واحد شويه طرمع عليا وشد ليا بزازلي. بقيت نقاوم، ما قدرتش حتى انا كنت محتاجه لداكشي، حيت راجلي مده 4 شهور ما شفتو. عييت نتحكم في راسي، والو ما قدرتش، وفي التالي كنستسلم وكنعيش معاه. إلا كلها وحنا هكاك حتى سخفنا وجبناه بجوج ونعسنا، حتى كنسمع الباب كيتهرس علينا والصداع والغوات. وواحد شويه ملي فتحت عيني كنلقى البوليس وراجلي معاهم، وحتى صاحبتي وانا والباترون عريانين وناعسين في الناموسيه. اكبر شوهه في حياتي. داروا لي المينوط انا وياه، ومشينا للكوميساريه حتى حكموا عليا بالطلاق واعوام ديال الحبس. ملي دوزت الحبس وخرجت عاد عرفت بلي راجلي تزوج بديك صاحبتي، وهذيك صاحبتي هي اللي كانت دبرت ليا الخدمه، وهي كانت مصاحبه مع راجلي، وبغاو يديروا ليا خطه باش يطلقني وينتقموا مني. وداكشي اللي داروا ونجحوا فيه. وخرجت على حياتي ورجعت كنمشي من البار للبار، ومن برتوش لبرتوش، كنكمي كنسكر وكنديرها من 16، حتى لواحد النهار وانا دايزه من قدام حومتي اللي كنت ساكنه فيها في زواجي، وانا نلقى الناس مجموعين والغوات والبكا. ما فهمت والو، حتى كنلقى البوليس هازين راجلي ودايرين ليه المينوط. ملي بديت كنسمع من الناس قالوا بلي حصل مراتو عريانه في الفراش مع هداك الباترون اللي كان حواني حتى انا، وبالتالي كيصدق قاتلهم بجوج، خشى فيهم سيف. وهذه هي حكايتي اليوم. نتمنى تكونوا خديتوا العبره واستفدتوا. حاولوا تكونوا شرفاء، واللي مزوج يبعد من الحرام والخيانه، راها طريقها